السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنقدموا لكم فيه وصفه ناجحه باش ديروا خبيزات ديال بيتزا غير في الدار وبمكونات اللي موجودين. فتابعوا معنا الفيديو باش تعرفوا المكونات. فهنا غناخدو كيلو ديال الطحين ديال الفوس، هذاك اللي كتخدموا يعني به الحلويات، وغنضيفوا ليه ملعقه كبيره ديال الزعتر. فهنا الزعتر غيعطينا واحد النسمة زوينة للعجين. غنضيفو ليه السر الثاني اللي هو نصف كأس ديال زيت الزيتون. فزيت الزيتون حتى هي غتعطي لنا واحد النسمة زوينة. غنضيفو ليه ملعقة صغيرة ديال الملحة، وهنا غناخدو كأس ديال الماء اللي كيكون دافئ، وغنضيفو عليه يعني ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وملعقة كبيرة ديال السكر، يعني غيدوبو في داك كأس الماء. غنضيفوه للطحين ديالنا، وغنضيفو كأس آخر من الماء الدافئ. فهنا غنبداو نجمعو العجين بيدينا. فهنا يعني كل ما خصكم مازال تزيدوا الماء باش تجمع ليكم، كنزيدوا الماء الدافئ تتوصلوا للقوام اللي خص انه تكون عليه العجين. فهنا كما كتلاحظوا راه مازال كاين الطحين، يعني خصنا مازال نزيدوا عاد الماء. فهنا بالاجماع يعني تسالينا العجينه ديالنا تقريبا خدمنا ب3 الكيسان ديال الماء الدافئ، وكيبقى على حسب نوعيه الطحين. فانا كنعجنوها غير بيدينا، حيت اصلا كتجي يعني العجينه ديالها ما كتجيش قاصحه بزاف، فهي سهله في الخدمه ديالها. انا من بعد سالينا كي كيجي القوام ديالها، يعني كما قلت لكم كتجي رطبه وسهله في الخدمه ديالها. فانا غنخليوها ترتاح شويه باش يعني تخمر لينا. غنديروا لها فيلي اليمونتير ونخليوها يعني تا ترتاح على خاطرها باش تكون صالحه اننا نخدموا بها. فهنا من بعد ما دازت واحد المده، فكما كتلاحظوا معنا الحجم ديالها تزاد حيتاش تخمرات معنا. وفي فترة الصيف يعني دغيا العجينه كتخمر. فانا غير غنحاولوا اننا نديكاجيو داك الغاز اللي فيها ونرجعوا للحجم الطبيعي ديالها. ودابا غندوزو لطاولة العمل اللي غيكون سبق لينا رشينا عليها شويه ديال الطحين، وغنحطو عليها العجين. فهنا غنبداو اننا نسرحوا العجين، اللي في الاول كنبداو غير بيدينا، من بعد كنخدموا بالميدلاك اليدوي. فهنا غنبداو نسرحوا في العجينه تنوصلوا للسمك اللي بغيناه. يعني كيبقى لكم الاختيار، كاين اللي كيعجبو العجين يكون شويه رقيق ولا يكون غليظ، فهاد لكم الحريه. فهنا نسرحوها مزيان. فكما كتلاحظوا داك الزعتر اللي دارنا فيه عطاها يعني من ناحيه الرائحه والمذاق، ونفس الوقت من ناحيه يعني التزيين، فعطالها واحد التزيين رائع. وهنا غناخدو القالب اللي غنخدمو به اشكال ديالنا. فانا كيبقى لكم يعني العبار ديال ولا الحجم على حسب الرغبه. فانا خدينا عبار متوسط بحال ميني بيتزا، وغنبداو نقطعو ولا نشكلو بيتزا ديالنا. فكما كتلاحظوا العجينه دغيا كتقطع معانا. فهنا غنحيدوها ما تلصقش لينا على الطاوله بسبب داك الطحين، وكتجي خفيفه يعني. فانا غناخدو الصينيه اللي غتدخل الفران، وغنبداو نحطو فيها البيتزا.
فهنا مع قريب أنها تعمر غنكونو سخنا الفران باش ندخلوهم فيه. فهنا يعني ما غطيبوش، ما غيطيبوش لينا الطيبه كامله، يعني غير نص طيبه، غير وعاوتاني ما غيتحمروش لينا مزيان، يعني غير غيدوز عليهم ديك النار وغيطيبوا شويه كنحيدوهم من الفرن. فهنا واحد النصيحه المهمه جدا هي انهم خصهم يعني ندوزو عليهم بالشوكه ونثقبوهم باش ما يتنفخوش لينا كيدخلوا للفران. فهاد الحركه ضروري منها. فها هما كيخرجوا كما كتلاحظوا معنا اللون ما كيتحمروش بزاف، يعني كيبقاو غير في نص طيبه، والشكل ديالهم كيجي زوين وما كيتلصقوش لينا، يعني دغيا كيوجدوا. فهنا صافي كنكونوا سالينا من توجاد العجين ديالنا. فهنا حيت اصلا غيكملوا الطياب من بعد ما نعمروهم، ممكن انكم تدخلوهم عاوتاني للفرن، فلذلك كنطيبوهم غير نص طيب. فهنا اللي زوين فيهم انهم ممكن نخزنوهم ويبقاو معنا لمده طويله، باش كل ما احتاجيناهم غير غنجبدوهم وغنخدمو بهم، ماشي عاد يعني غنعجنوهم. فهنا كيلو كيعطينا كميه كبيره اللي ممكن انك دير منها بزاف ديال المرات. فهنا غناخدو الساشي اللي كنديرو فيه المواد الغذائيه اللي ممكن انه يدخل المجمد، وغنبداو نستفو فيه دوك الخبيزات. فهنا ما بقى نقول لكم الا شكرا على المتابعه ديالكم للفيديو، وما تبخلوش علينا بالجيم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد في الفيديو القادم ان شاء الله.